بقي أن تلتزم بما اتفقنا عليه. الشرط الأول أن أكون وزيرك. للشرط الأول بقية يا أبا الصادق. أبو شمس يعرفه جيدا. أنت مستشاري الأول يا حج، وأنت يا حنظلة قائد الجند. أما أوس فإن برئ من جراحه فسيكون قائد الحرس في المدينة. أما الشرط الثاني أن أزوجك من الفتاة التي ترغب. لست ممن ينكثون بالاتفاق أو يغيرون في بنوده يا مصعب. إن كان قد حدث تغيير يا أبا شمس فهو لصالحك أولا، لأننا جعلنا كل منافسيك على الحكم يختفون وإلى الأبد، ليحل محلهم أصحاب سيكونون العون الأكبر لك في إدارة البلاد. لن تندم على وجودنا إلى جانبك يا أبا شمس، سترى كيف سننقذ البلاد من الفقر الذي هي فيه. بلادنا ليست فقيرة. إذن سنجعل ناسها يغرقون بالمال والنعيم، سترى كيف نحول هذه البلاد إلى جنة على الأرض. كم كانت الأمور مختلفة حين كان نهار حاكمنا والصافي. أما زلت تذكر تلك الأيام؟ كيف لا أذكرها وقد كان الصافي صاحب والدي وولده صاحبي. أتذكر يا أبا الركاب؟ أتذكر كم كنت تحب سيف؟ والله لم يخفى عن ناظري لحظة واحدة طوال هذه السنين. كيف اختفى أولئك الرجال فجأة، الصافي وولده وابن مسعود وسليمان وغيرهم. كثيرون اختفوا، الواحد تلو الآخر. الآن فقط تسأل كيف اختفوا بعد كل هذه السنين؟ لأن الجند أوسعوك ضربا تتذكر الآن، أم أنك شعرت بالظلم فتساءلت؟ على كل حال أنا سعيد لأنك سألت، لأن الآخرين انمحت ذاكرتهم واضمحلت. المدينة الفاضلة التي كانوا يستظلون بظلها انقرضت ولم يسأل أحدهم عن السبب. تريد أن تقول شيئا يا أبا الركاب؟ ليس لدي ما أقوله. بلى، لديك الكثير لتقوله. لا تتعب نفسك يا جبلة، فجراحك لا تزال ندية. هل تعرف شيئا عن اختفاء أولئك الرجال؟ لم أكن موجودا حين اختفوا. كنت في وادي الثعالب كما تذكر، وعندما عدت كان عباده هو الحاكم ومصعب وعصبته يستلمون بقية المناصب في الحكم. نعم، بعد أن اختفى الصافي وابن مسعود وسليمان. قل لي يا جبلة، هل تظن أن أحدا يختفي هكذا فجأة؟ لم أفهم. أعتقد أن من اختفى قتل ولم يختفي، وأن مصعب وعصبته وراء قتلهم. أخفض صوتك يا أبا الركاب. وأظن أن عبادا شريكا لهم، وإلا كيف تفسر لي أن يصبح مصعب وزيرا وحجر مستشارا وحنظلة رئيسا للجند وأوس رئيسا للحرس؟ كيف كل هؤلاء من الأغراب؟ كيف؟ أنا عائد إلى دكاني، أنا لم أسمع شيئا ولا أريد أن أسمع شيئا. كيف هي أمور الدولة يا أبا الصادق؟ تسأل وأنت حاكمها؟ اطمئن يا مولاي، أمور الدولة على أحسن ما يرام. على أحسن ما يرام؟ فلماذا يئن العامة من البطالة وثقل الضرائب؟ البطالة صنع يد الإنسان يا مولاي، أما الضرائب فهي غذاء خزينة الدولة، ولا دولة دون خزينة عامرة. ألم تعمر خزينتنا بما فيه الكفاية؟ إن كانت الخزينة قوام الدولة فالأحرى بنا أن نثبت أركانها لا أن نزعزعها. أركان الدولة تقوم على الناس فيها وليس على المال. إن شئت وزعنا ما في الخزينة على الناس. وهل تفعل إن شئت؟ أنا لا أهدم صرحا بنيناه بشق النفس.
ولكن إن كنت لا تبرأ مما أنت فيه إلا بخواء الخزينة، أمرنا أن يبعثر ما فيه على العامة. لست سقيما لتطلب لي الشفاء يا أبا الصادق. بل أنت سقيم يا مولاي، منذ مدة وحالك في تدهور مستمر، وأنت لا تكلف نفسك عناء البوح لنا بما أنت فيه. إنها قلة النوم ليس إلا. ولقلة النوم أسباب يا مولاي، فلما يجافيك النوم؟ لم تنام قليلا وتستيقظ مذعورا وتبقى مستيقظا حتى الصباح؟ وتعرفون هذا أيضا؟ ونعرف أنك لم تطلب استشارة الطبيب حتى الآن. فكأنك تعرف مرضك ولا تريد الشفاء منه. أنتم تراقبونني جيدا. نحن نراقبك كي نحميك من العثرات يا مولاي. لست ممن يتعثرون يا أبا الصادق. فماذا تسمي ما أنت فيه؟ أسميه احتجاجا على ما نحن فيه. لقد تجبرتم ونزعتم الرحمة من قلوبكم وجعلتم الناس يئنون من أوجاعه. هل سمع أحدكم أنينا؟ اخرج إلى الشارع لتسمع يا أبا الصادق. خرجنا يا مولاي فلم نسمع إلا صوت الصمت والخضوع والتسليم، وهذه هي السياسة المثلى في الحكم يا مولاي. لا، هذه سياسة تنفع لقيادة قطيع من الأغنام، وبلادنا ليست حظيرة. بهذا أنت تغالي كثيرا يا مولاي. أنا حزين لما آل إليه حال البلاد يا أبا الصادق. حزين؟ حزين لأن البلاد في قبضة من حديد؟ قبضة من حديد أنتم أصابعها. إذا كنا أصابع القبضة يا أبا شمس فأنت الساعد الذي يحملها. ساعد تحركه أصابع يده أحرى به أن يقطع يا أبا الصادق. أسمي هذا تخاذلا، وأنت تعلم أننا نكره المتخاذلين. هل ستقتلني كما قتلت الآخرين؟ ولكنني مقتول وأنا أتنفس على هذا الكرسي، فما يضيرني لو سالت دمائي على الأرض. يضيرنا نحن يا أبا شمس، نحن الذين نريدك أن تبقى حاكما يظللنا بنبله وتفهمه لما يجري. دولة النور لا تكون إلا بك، إلا وأنت تعطيها الضوء ليستمر بريقها الذي يخطف الأبصار. وليكن ما تريد يا أبا شمس، سنلغي قسما كبيرا من الضرائب. هل يريحك هذا؟ يريحني أن يختفي المتسولون من بلادي. سيختفون يا مولاي، اطمئن، لا تخشى شيئا. الناس هنا قانعون بما هم فيه، ولو كان تخوفك في مكانه لرأيت الشكاوي تنهال عليك من كل حدب وصوب. هل سبق لك وتسلمت شكوى من أحد العامة يا مولاي؟